أهلا بيكم معانا راديو دوجما، برنامج آية ورسالة ياسمين ومجدي. مساء الخير أو صباح الخير زي ما يكون الوقت، عشان إيه؟ أهلا بيك ياسمين. بتتعاد بالليل يعني أعرف إنها الساعة 12. حضرتك دلوقتي حاليا على البيج، يعني إن شاء الله كده ربنا يكرمنا كده قريب ويعوض تعب كلنا. أنتوا اللي تعبتوا بصراحة. هيبقى أهلا وبس بقى، ما أعرفش الساعة كام. أهلا بيك. أهلا بيك ياسمين. عندنا آية حلوة برضو هنا من الأناجيل المرة دي، مش من بولس، احنا نقدرش نستغنى عن بولس، لكن هنا الآية دي من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 6 الآية 31. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. يعني قول لنا بقى، يعني مش الآية دي أنا بحس إنها دستور المسيحيين. أيوه، الدستور اللي المفروض كلنا نمشي عليه. شوف نفسك في إيه واعمله في قريبك، حب قريبك كنفسك. أيوه. عايزة أشاور. الآية دي بتشاور على حتة كده كل الناس اللي زيه وزيك كده عطلانين فيها، اللي هو أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. الناس كثيرة جدا بتقول يا رب ازاي نعمل كده. أنا هقول لك بقى ازاي تعمل كده. كل الأشرار أو كل الناس اللي عندها مشاكل معاك لازم تبقى عارف كويس جدا إن ناقصهم حاجة مهمة جدا مش موجودة عندك، اللي هي الحب. اللاف تانك بتاعه ناقص فيه شوية، محب. بالظبط. فأنت لو عملت كده، ليه ربنا قال لك حب عدوك؟ علشان اللي هو ناقص حب، فلما تديله الحب دوت هيبتدي يشوف ربنا فيك ويبتدي يحس انه ايه ده، هي في ناس بتحب كده. حلو المفهوم ده جدا جدا جدا. كل حد محتاج حاجة اديها له، وكأنك بتاخد من ايد ربنا وتديه. لانه دي حاجة مهمة جدا. احنا موجودين على الارض هنا عشان نعمل كده. احنا سفراء المسيح، بناخد منه وندي اللي حوالينا. انتم نور العالم، انتم ملح الارض. أيوه. كل احتياج حواليك حاول بقدر الإمكان تاخد من ربنا وتسدده. أي حد عندك معاه مشكلة صلي له وحبه بزيادة. الكلام ده للأمانة عن تجربة، وياما كانت ناس في الشغل وفي الخدمة الشيطان رهيب وبيوقع بين الناس كتير جدا. لو قررت إنك تاخد صف المسيح وتحب وبأمانة وتصلي للناس اللي تعبانة ديت وتصلي للناس اللي ناقصها حب ديت، هتلاقي معجزات بتحصل. حقيقي معجزات بتحصل. هنا يقول ربنا ايه بقى؟ كل ما تريدون ان يفعلوا الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. يعني كل حاجة انت محتاجها اعملها في اللي قدامك، هتترد لك باك. مش بس علشان هو هيحس بقد ايه انت حقيقي جاي من عالم تاني، يعني من عند المسيح، لا ده هو كمان عشان هيتعلم منك ازاي يعملها. فلو لقيت حد ناقصه حاجة معينة، ناقصه حب، ناقصه عطف، ناقصه حنان، ناقصه عطاء، ناقصه، علمه انت كده واعمل معاه انت كده. بادر بانك تاخد من ربنا وتديله عشان هو كمان يتعلم اللي انت اخدته من ايد المسيح. الحلقة بتاعتنا النهاردة من برنامج آية ورسالة متقسمة إلى جزئين، فإلى اللقاء في الجزء الثاني.